تسمعوا عن التوترات في الشرق الأوسط. إيران تضرب في إسرائيل، أمريكا ترجع، والعالم متوتر. هل الحكاية هذه صحيحة؟ اليوم باش تفهموا القصة كاملة من اللي بدات لتو. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل 1979 إيران كانت ملكية تحت حكم الشاه وكانت حليفة لأمريكا. الثورة الإيرانية عام 1979 قلبت الوضع، إطاحة بالشاه وإنشاء جمهورية إسلامية بقيادة الإمام الخميني. وأهم حدث صار هو أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية. احتجزوا 52 دبلوماسي أمريكي لمدة 444 يوم، وهنايا قطعت العلاقات تقريبا. بعد أمريكا فرضت عقوبات على إيران جراء برنامجها النووي ودعمها الجماعات في المنطقة كما حزب الله وغزة. وإيران تقول إنه برنامجها النووي سلمي للطاقة فقط. وفي البرنامج النووي والصواريخ نلقاو اتفاقية 2015 JSPOA، كانت محاولة لتقليل برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات. في 2018 أمريكا تحت حكم ترامب، ووقتها انسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات صارمة. وبعد هذا الكل صارت تهديدات متبادلة، هجمت على السفن، اغتيال قاسم سليماني، وصواريخ إيران على قواعد أمريكية. والتوتر اللي صاير مع إسرائيل توا إنه إيران تعتبر إسرائيل عدو إقليمي، وعندها الحق، وتدعم جماعات مسلحة ضدها. كل هجوم إيراني على إسرائيل يزيد التوتر، خاصة إنه إسرائيل ممولة ومدعومة من أمريكا. وهنايا العلاقة مع أمريكا تولي غير مباشرة، يعني أي هجوم على إسرائيل هو تهديد لمصالح أمريكا. مع إنه الوضع الحالي توا إيران تضرب في إسرائيل بالصواريخ، وإسرائيل ترجع لإيران بنفس الطريقة. أما ساعات إسرائيل تطلب مساعدة عسكرية وإلا معلوماتية من أمريكا. هذا يورينا اللي أمريكا ما تدخلش مباشرة، أما مستعدة تعمل أي تصعيد كبير. وفي الآخر نلقاو القصة الكل قائمة على نفوذ إيراني في الشرق الأوسط، دعم أمريكا لإسرائيل، برامج نووية وصاروخية، تدخل وكلاء وجماعات مسلحة، وأي حادث صغير ينجم يفاقم الأزمة ويخلي العالم يترقب ويقول زعما فما حرب عالمية ثالثة. وانتي باللي سمعتوا هذا الكل تحس فما حرب عالمية ثالثة وإلا لا؟ جاوبوني عليه في الكومنتات وتنعطيكم الإجابة الصحيحة في الفيديو الجاي. يلا باي باي.